المشاهدين، كل ما كيشاهد هذا الفيديو مرحبا به. اليوم غنشارك معكم واحد التورته كنديرها في الصيف. صراحه لذيذه جدا وسهله وما كتطلبش مقادير كثيره. المهم لهاد التورته كنحتاجو المهم كما حطيت تمايا فوق الطبله كاين الخمي عفوا كاين بيضه، كنحتاجو غير بيضه وحده، كنحتاجو الحليب، كنحتاجو المهم هي طورطه ديال 3 ملاعق او كيكه ديال 3 الملاعق، يعني من كل حاجه كناخدو 3 ديال الملاعق، 3 المعالق ديال الزيت، 3 المعالق الحليب، 3 المعالق السكر. المهم نتوما معايا غتشوفوا الطريقه في نفس الوقت. غنقول لكم المقادير. المهم هنا في الاول غادي ناخذ واحد الاناء صالح للفرن، كندهنوه بالزبده والدقيق مزيان. ومن بعد غادي نبدا دابا في تحضير الكيكه او الطبقه الاولى ديال التورته، حيت هاد التورته فيها هي طبقات، يعني درت فيها 4 ديال الطبقات بالفواكه ديالها من الفوق. المهم نتوما في التزيين كتختاروا التزيين اللي بغيتو. انا اختاريت نزينها بالفواكه الموسميه ديال الصيف دابا اللي كاينين. المهم نتوما اللي بغيتو ديروا ليها، تقدروا تخليوها غير هكاك بلا فواكه، المهم لكم اختيار. المهم هنايا كاينه في اناء كنوضعوا بيضه واحده زائد لافاني او خنشه ديال الفانيلا، زائد 3 ملاعق ديال السكر حبيبات، صراحه سهله كتقدروا تصاوبوها يعني ما كنحتاجش 10 دقائق. المهم شكون اللي كياخذ الوقت هذاك غير هذيك الكريمه وسميتو كراميل. الا ما بغيتيش ديروا كراميل بلاش ما ديروش، حتى هكا كتجي لذيذه غير بالكريمه. المهم غتشوفوا معايا الكريمه اللي كنصاوب، ماشي كريمه صراحه، المهم طبقه كريميه. هنا كنضيف 3 ديال المعالق ديال الزيت، كذلك زيت نباتي. استسمع كنهضر معكم بشويه لحقاش كترني واحد ما شكيت عليكم، كترني واحد الطقطقه. يلا جيت من عند الطبيب ديال السنان، الله يشافيكم يا رب ويشافي جميع المرضى. كنضيف 3 ديال الحليب، 3 المعالق الحليب كبار بحراره المطبخ، وغادي نخلط جيدا. المهم في الاول خلطت البيضه مع السكر، ومن بعد ضفت الباقي مقادير. دائما بطراب يدوي كنخلط، كنحتاجوش كاع الطراب في هذه الكيكه، الطراب الكهربائي يعني يكفي الطراب اليدوي، غير نخلطو مزيان. ضفت 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، نوعيه ممتازه، دقيق الحلويات، ومخلط كذلك جيدا. ضفت نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الحلوه ديال الحلويات، ما كنحتاجوش بزاف الخميره في هاد الكيكه لان ما بغيناش تكون طالعه، لان غادي نديرو مازال طبقات فوق منها. وكنخلط كذلك. دابا كنخويو الخليط ديالنا بعد ما خلطناه مزيان، كنخويوه في الاناء وغندخلوه الفرن 180 درجه حتى كتحمر شويه. المهم ما كتاخذش وقت بزاف، راه كتجي خفيفه، كتجي بحال سميتو بحال بان ديسبانيا، بحال الجينواز، كتجي صراحه رطبه وخفيفه. صافي هنايا غادي نزيد واحد الاضافه، كنضيف لها شويه ديال كاوكاو مهرمش مع حبيبات الشوكولات.
هذا غير اضافه، الا ما بغيتوش تقدروا ما تضيفوش، اولا ضيفوا اللوز، اولا المهم اللي عندكم كركاع، اي حاجه عندكم مكسرات اللي عندكم ضيفوها، راه كيزيدوا لها المذاق زوين. صافي، وغادي ندخلها للفرن طيب. ملي طيب غادي نتلاقاو ان شاء الله. دابا غندوزو باش نصاوبو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غنحتاجو نصف لتر ناقص هذاك الحليب، يعني الحليب اللي كنت درت في الكيكه. المهم هذاك اللي ناقص في نصف لتر حليب كنوضعوه في كاسرونه، كنضيفو ليه الفانيلا. المهم فانيلا اللي عندكم، الا عندكم سائله ديروها، الا عندكم انا عندي غير هذه ديال الخنيشات. وكنضيف كذلك 3 ديال المعالق ديال السكر، كنضيف 3 ديال المعالق ديال النشا خاص بالحلويات. وكنخلط هاد المكونات، كنخلطهم مزيان وهما باردين. ومن بعد كنديهم لفوق النار حتى كيوليو كريمي، مع التحراك فوق النار مهيله حتى كيوليو ليا كريمه، يعني شكل كريمي. ومن بعد هذيك هي الطبقه، هذيك هي اللي غتكون الطبقه الثانيه. خليكم مع الفيديو. من بعد هاد الكريمه غادي ناخدها، غادي نقسمها على جوج. واحد الجزء غادي نديرو طبقه كطبقه اولى بهذه الطريقه بيض، اولا ممكن تخلفوهم، من الاحسن ديروا الطبقه البيضاء الفوق وديروا القهويه لتحت. اذا المهم كنقسمها على جوج، نصف كنخليه هكاك بيض، ونصف كنزيد ليه قطع الشوكولاته كندوبها معاه وهي سخونه، ومن بعد كنديرها كطبقه ثالثه. نتوما تابعوا معايا غادي تشوفوا كاع المراحل الفيديو. غندوزو نصاوبو الكراميل. المهم هاد الطبقة غير اختيارية اللي بغى يديرها، ولكن الا غديروها من الاحسن. انا راه نسيت درت الطبقة البيضاء هي لتحت، ونورمالمون خصها تكون الفوق باش تجي هاد الطبقة ديال الكراميل الفوق، وكتجي شفافة، كيجي اللون زوين. المهم في هاد الطبقة غادي نحتاجو 40 مليلتر ديال الماء بارد من الصنبور، زائد معلقة كبيرة ديال النشا. وفي المقلاة فوق النار مهيلة كنوضع كاس لاروب ديال السكر وبيضات. المهم كتعرفوا الطريقة ديال الكراميل. المهم الطريقة ديال الكراميل كلشي كيعرفها، كتاخدوا المقلاة وكديروا فيها السكر فوق النار مهيلة، كتخليوه حتى كيذوب شويه. ومن بعد غادي تشوفوني شنو غنضيف ليه. من بعد غنضيف الزبده. في الاول بعدا غادي نضيف نصف كاس ديال الماء يكون مغليان. الطريقه كيجي بها الكراميل ناجح، وكيجي يعني شاد فراسو، ما كيقصحش. نتوما كنضيفوا تقريبا كاس لاروب ديال الماء مغلي. من بعد غادي نضيف معلقه ديال الزبده، وكنخلط الجميع حتى كيولي لي يعني في الاول غادي يبان لكم قاصح، ومن بعد غادي تقاد لا تكستور ديالو. صافي في الاخر كنضيف هذاك الكاس اللي درت فيه الخلط فيه النشا مع الماء. صافي وكنخلط حتى كيولي لي كراميل، وصافي كنطفي عليه النار. هو اللي غادي يكون الطبقه الاخيره. من بعد
غادي نستف عليه، غنستف عليه القطع ديال التيسير. النفس مالي ما غيرها يحلالي، خلانا نطير بلا جرح يما شحلو عطرة، دللني كل عمره كلني تحت أمره. إذن هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطة ديالي. من بعد ما استفت عليها قطع ديال الفواكه، الفراولة، المهم هداك الفراولة والكيوي، كتجي على هذا الشكل، راه كتكون لذيذة جدا. المهم راني صوبتها لبنتي حيتاش ربحات في المسابقة ديال الجري، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، راه كتجي لذيذة زعما مزيانة في هذا الفصل ديال الصيف. كديروها في الثلاجة حتى كتبرد مزيان وكتقطعوها، كتجي لذيذة جدا، كتعجب الصغير والكبير ومنعشة وصحية. ونتمنى الى رزقني فهد عشق بس هو اللي في بالي، صار النفس مالي ما غيرها يحلالي، خلانا نطير بلا جرح يما شحلو